فوز النادي الاهلي على القطن الكاميروني ليه معاني كتير وليه مداليل كتير، خصوصا في الوقت ده. نتيجه كبيره، شفنا لاعبنا كهربا يحرز هاتريك، ولا احسن طبعا ولا اروع بيرستاوي بيقدم ملحمه في المباراه ديت والمباراه اللي فاتت رغم الهزيمه الثقيله في اللقاء السابق. ولكن لعيبه النادي الاهلي بيثبتوا ان هم قدها وقدود، وان شاء الله الفرقه دي تصعد. وبتمنى من الله اللي احنا في الادوار اللي بعد كده نقابل صن داونز تاني عشان نعرف حجم الفرقه دي بالظبط، وان هم تعالوا فعلا على الكوره. بنتمنى صعود النادي الاهلي، والف مبروك طبعا للنادي الاهلي. يعني النتيجه كبيره، وفعلا لاعبنا كهربا لاعب متميز جدا، لاعب من ذهب. وطبعا مبروك ل 80 مليون اهلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا من ساعه اللقاء اللي فات ماتش سان داونز ولغايه دلوقتي جماهير الاهلي حزينه، وانا واحد منهم. لسه ابتدينا بس اللي احنا نشم نفسنا شويه، لان فعلا الهزيمه بخماسيه يعني بتوتر طبعا اي فرقه، خصوصا طبعا بعد التحفيل الكبير من الفرقه المنافسه لينا هنا. رغم ان هي مش فرقه منافسه ولا حاجه، لا دي بعيده جدا، وهي مركزها في الخامس زي ما احنا اتفقنا وقلنا ان الزمالك ما بينافسش النادي الاهلي السنه دي. ولكن انتوا حفلوا براحتكم، لكن ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يصعد للادوار اللي بعد كده. طبعا ماتش بكره هيحدد حاجات كتير جدا جدا بنتمناها، ان هو يبقى فيه فير بلاي، وفرقه سان داونز تلعب باللعيبه بتاعتها الاساسيه، ونشوف يمكن يحصل تعادل، يمكن يحصل فوز، هنشوف. طبعا احنا للاسف يعني مقادير الصعود بتاعتك مش بايديك، وطبعا احنا اللي حطينا نفسنا في الوضع ده. يعني حتى سيبك من الماتش اللي فات بتاع 5-2، كان في اجواء وطبعا الوقت وحماس الجماهير والكلام ده كله ماشي اوكي. طب الماتش اللي هنا اللي خلص 2-2، طبعا احنا شفنا ضربه الجزاء بتاعت محمد هاني اللي ضيعها، لو كانت جت كنا في مكان تاني خالص، ومش مستنيين فرقه زي السودان. الهلال السوداني طالع برضو من ساعة الماتش الأولاني لغاية دلوقتي كل يوم أحاديث، وكل يوم سوشيال ميديا، وكل يوم متحدث باسم النادي دوت يقول لك لو ما كسبناش سان داونز في السودان هنكسب الأهلي في القاهرة. طبعا ده هناك إن شاء الله في الأتوبيس المكيف أبو درين. اعرف حجمك كويس، أنت أكبر إنجاز ليك تمام اللي أنت معانا في المجموعة دي، مش أكتر من كده. ده كان على مدار العصور كلها انت بتطلع وبتطلع بدري جدا، ومفيش حاجه اسمها منتخب سودان ولا فرقه سودانيه. انت كويس عشان النادي الاهلي بيمر بشويه ظروف اي نادي بيمر بيها، ولكن ان شاء الله لما تيجي هنا في القاهره سواء احنا صعدنا او ما صعدناش هنوريك فنون الكوره، وهنوريك برضو كرم الضيافه اللي احنا ما شفناهوش في بلدكم، ومش اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره. بتمنى المعامله تبقى بالمثل، بتمنى الفرقه دي تتحط في مكانها الطبيعي سلوكيا وادبيا، ويعني بتمنى ان مفيش حد يستقبلها حتى في المطار. يعني ممكن المتحدث الرسمي بتاع النادي الاهلي يروح يستقبلهم، وبلاش بقى اللي احنا نحطهم في فندق جنب الاستاد ويبقى يعني قاعدين مرتاحين. لا يا باشا، ارمي كده في اخر 6 اكتوبر، ارمي في اخر التجمع، ارمي في حته بعيده، مش مشكله. الناس دي بتعاملنا اسوأ معامله، والناس دي ما بتحبناش، فبالتالي احنا برضو ما بنحبهمش. وطبعا شفنا ان في حوارات كتير قوي بين الجمهورين، وحاسس كده ان جمهور النادي الاهلي هيرد القلم قلمين، ولكن احنا عارفين اللي احنا مؤدبين يا جماعه، مش هيحصل الكلام ده. ليه؟ المصري والاهلاوي واي حد بيشجع كوره احنا عندنا بنعرف ازاي نستقبل الفرق الاخرى، لان دي عاداتنا وتقاليدنا اللي انتوا ما تعرفوهاش في السودان. طبعا خلاص نسيبنا بقى من موضوع السودان والقصه ديت. هم ان شاء الله هياخدوا الدرس هنا في القاهره، ونعرفهم يعني ايه النادي الاهلي كبير افريقيا، هنعرفهم يعني ايه الكره المصريه اللي للاسف بقت فاشله لاسباب اداريه بحته. ايه هي الاسباب؟ انا اقول لك الاسباب يا بيه. اولا انت كنت حابب ان انت تجامل نادي الزمالك الموسمين اللي فاتوا، وبتحاول تفشل النادي الاهلي في كل حاجه حتى صفقاته، تمام؟ لما بنيجي نلعب في افريقيا كبيرك قوي بتقول لي 5000 متفرج،
وبتعذبهم كمان في الحصول على التذاكر والدخول والكلام ده كله. نيجي بعد كده بقى نلاقي فرقه زي الوداد، نلاقي الاستاد كومبليت. تمام. فطبعا مجموعه الجيل اللي احنا فيه دوت ما خدوش ان هم يلعبوا تحت ضغط جمهور، سواء الجمهور ده ليك او عليك. فبالتالي انت كده بتفشل. فشلت النادي الاهلي وده ظهر على منتخبنا القومي. امتى بقى بدات الموضوع دوت، او بدا اللي انت تحط النادي الاهلي سبورت ليك ان انت تخليه ينزل والنادي الزمالك يبقى هو المتصدر وهو في الصداره؟ فاكرين اسامه نبيه لما مسك المنتخب؟ تمام. وعمل تفرقه بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك، فالجمهورين انقسموا، ودي كانت بدايه الشراره. تمام. نيجي بعد كده بقى الاداريين والناس المسؤولين هنا طبعا حاطين الاهلي في دماغهم زي ما احنا عارفين، وبيحاولوا يفشلوا النادي الاهلي باي طريقه. طبعا احنا عارفين نادي الزمالك برضه بيعاني، بس نادي الزمالك الناس بتسانده. تمام. بس هو بيفشل لان هو اداريا مش كويس، واحنا عارفين ان هو يعني المفروض ما يبقاش اسمه نادي الزمالك، اسمه نادي المستشار مرتضى منصور واولاده. تمام. حتى المستشار مرتضى منصور بعد ما يقضي عقوبه الشهر سجن، تمام، وكده لو راح عمل فيش هتلاقي السابقه دي موجوده لان هو اتحبس فعليا، فبالتالي هو حجز مكانه وهيطلع على رئاسه نادي الزمالك. فين القوانين؟ فين يا جماعه؟ القوانين دي بتطبق على ناس وناس ولا ايه؟ فما ينفعش الكلام ده. لو انت عايز الكره المصريه ترجع لمجدها، اول حاجه افتح الاستاد، افتح الجماهير زي زمان لما كنا بنروح نشتري التذاكر من قدام بوابات استاد القاهره ونخش باي عدد ومفيش اي مشاكل. مفيش اي مشاكل يا جماعه. احنا وزاره الداخليه مشكوره، تقدر تامن اي حاجه في اي وقت، ناس كفاءه. وجمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك ناس يعني بيفهموا في الكوره ورايحين عشان الكوره مش اي غرض تاني. فبالتالي اول الاصلاح اللي انت تفتح الاستاد للجماهير باي عدد. تاني حاجه يبقى في اداره كويسه في الاتحاد المصري لكره القدم. بلاش بقى جمال علام ووليد العطار والشله الحلوه دي مع طبعا هزاز الرؤوس. الناس دي خلاص بقى المفروض تمشي، والشباب يبداوا ان هم يخططوا للكره المصريه. كل الدعم طبعا للكره المصريه اللي احنا نرجع لمكاننا الطبيعي تاني. خلاص زهقنا من الفشل، عايزين نتعلم من منتخب السنغال، وده مش عيب. منتخب السنغال اللي خد بطوله افريقيا ووصل كاس عالم وبطوله افريقيا للشباب هنا وبرده خدها. حتى الكره الشاطئيه يا جماعه في ايه تاني؟ نتعلم من الناس دي اداره. للاسف بعد احنا ما كنا بنصدر الاداره لكل الدول الافريقيه، دلوقتي احنا عايزين نتعلم طبعا بفعل فاعل. فهقول ايه؟ ربنا يسامحكم، لكن انا عارف ان ربنا مش هيسامحكم لان انتوا نواياكم مش كويس. طبعا نرجع للنادي الاهلي، الف الف مبروك. طبعا دي البدايه. طبعا بطوله افريقيا هنسيبها بقى شويه ليه؟ عشان في ماتشين لمنتخبنا في التصفيات. طبعا احنا عارفين ان التصفيات ديت يعني معقده شويه، معانا ملاوي واثيوبيا وغينيا وطبعا منتخب مصر وكل فرقه عندها 3 نقاط. فطبعا الدوري هيقف شويه وافريقيا برضه هنقف شويه ونشوف القصه هتمشي ازاي. كنت بتمنى لقاء صن داونز ومع الهلال يبقوا الاثنين في وقت واحد مع النادي الاهلي، بحيث نخلص بقى ونبقى عارفين النتيجه يا جماعه ونعرف راسنا من رجلينا. لكن معلش احنا اللي حطينا في نفسنا او حطينا نفسنا في المشكله ديت. ولكن النادي الاهلي قدها وقدود. طبعا في ناس زعلت مني الفيديو اللي فات لما انتقدت مجلس اداره النادي الاهلي لان طبعا ما وفرش الصفقات اللي احنا عايزينها، ولكن في خبايا كتير قوي، والمجلس ده فعلا بيتحارب داخليا لدرجه اللي احنا مش عارفين نجيب لاعب هنا في مصر. فبالتالي بنتمنى بقى الميركاتو اللي جاي نبدا نجيب 5 6 لعيبه يا جماعه. خط الدفاع عايزين الشناوي يكون ليه بديل. طبعا في ناس بتقول ابو جبل، في ناس بتقول احمد الشناوي. هنشوف ايه اللي هيحصل. مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما بيتابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي يتابعني ويفعل زر الجرس، مش هتخسر حاجه. دعمك لينا هو يوصلنا للي احنا عايزينه. طبعا في ماتش الزمالك و بلوزداد الجزائري هيبدا بعد شويه. كل الدعم لفرقه نادي الزمالك بتمثل طبعا مصر، مش هنعمل زي الناس التانيه. احنا بنحب الرياضه وبنتمنى الخير للناس كلها. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.